ألذ وأسهل كيكة ممكن تجربوها، باردة وطعمها تحفة، ميكس كده ما بين الكريم كراميل والشوكليت كيك، بس غنية وطعم ولذاذة مش قادرة اوصف لكم حلوة ازاي. هتنجح معاكم من اول مرة. اول حاجة خالص تلت كوباية سكر في طاسة على النار من غير مية ولا اي حاجة، على نار هادية لغاية ما يتكرمل معايا ويبقى بالمنظر. هجيب صينية مقاس 24 وافرد فيها الكراميل زي ما انتم شايفين كده ونركنها على جنب. في الخلاط بقى هنحط لبن وهنحط سكر وهنحط بيض، كل المقادير بالظبط مكتوبه، اكتبها لكم تحت الفيديو في الكابشن. فانيليا ولبن باودر، وعايزه اقول لكم ممكن تستغنوا عن اللبن البودر. نضرب الكلام ده كويس في الخلاط وبعدين نصفيه بمصفى ناعمه فوق الصينيه اللي احنا حاطين فيها الكراميل بتاعنا ونركنه برده على جنب. هنكون حضرنا بقى بوله تانية نحط فيها لبن وسكر وبيض فانيليا والكاكاو وشويه من القهوه سريعه الذوبان وممكن تستغنوا عنها، وكمان ربع كوبايه زيت، وهكتب لكم المقادير ما تقلقوش والله كل حاجه في الكابشن تحت الفيديو. هنقلب كويس، نضيف البيكنج باودر ونضيف الدقيق ونقلب، وبعد كده نصبه على الخليط اللي احنا عملناه في الاول. نحط الصينيه بتاعتنا في صينيه اكبر ونحط شويه ميه مغليه لغايه ما تغطي نص الصينيه بتاعتنا، ونحطها في الفرن لمده 50 دقيقه على درجه حراره 180. نطلعها تسيبها تبرد تماما، وبعد كده نحطها في التلاجة 4 ساعات أو ليلة كاملة، وبعدين نبدأ نقلبها ونشوف الجمال والحلاوة دي، كريمية وباردة، لازم تجربوها. قولولي بقى، تعرفوا سمت قدرة قادر ليه أصلا ولا ما تعرفوش؟